عودة إلى أوضاعنا وأحوالنا في الجزائر. أردت تعليق سريع أيضا على زيارة المهرج عبد المالك سلال المسمى وزير أول إلى ورقلة بعد غد. والحقيقة لا أفهم لماذا يعود ويزور ورقلة مرة أخرى. طبعا هم هدفهم أساسا أنهم ربما يزيدوا يربحوا بضعة أسابيع حتى يقومون بامتصاص الغضب، غضب الناس العارم في الجنوب. الجزائر كلها غاضبة، الجزائريين أغلبهم غاضبون، ولكن في الجنوب هناك غضب أكبر ومتصاعد نتيجة للدمار الهائل اللي مس المنطقة، نتيجة للتخلف الشديد اللي تعيشه المنطقة، نتيجة للظلم الكبير اللي تعيشه المنطقة، نتيجة للحقرة التي لا أجد لها أحيانا وصف اللي تعرفوا المنطقة كما تعرفوا مناطق أخرى. لكن المنطقة هناك حقيقة هناك زيادة، هناك إصرار على من طرف حكام اليوم، أحيانا عن طريق جهل وأحيانا أخرى عن طريق لا نفهم الأهداف. لأن أي عاقل أي حاكم كان يسعى إلى الوحدة الوطنية ويسعى إلى التفكير أنه دائما كيفاش يحافظ على الأقل الوحدة الجغرافية. لكن هؤلاء بعد ما ضربوا المجتمع، بعد ما ضربوا السياسة، بعد ما ضربوا الاقتصاد ولهبوه، بعد ما هذا الخراب اللي حل بالجزائر في التربية، في التعليم، في المستشفيات، في الطرقات، في كل مكان، راحوا يضربوا أيضا الشيء الأخير تقريبا اللي هو وحدة هذا الشعب، وحدة أراضيه ووحدة شعبه. فإذا بالضغوط شديدة على سكان الجنوب. الدليل يعني آخر الأدلة لما تحدث هذا، وأنه في شباب يعني الآن في الأغواط في شباب سجنوا قبل شهر لأنهم خرجوا يتظاهرون سلميا، والنظام يعترف حتى التهمة تسمى تجمهر غير مسلح. يعني شوف هذيك التهمة كيفاش يسموها يعني. خرجوا يتظاهروا من أجل حقوقهم، من أجل العدل، من أجل المطالب الشغل، من أجل أن يكون هناك عدل في إعطاء الوظائف وإعطاء مناصب الشغل. أصبحت الناس تستند وتعتمد على الدولة هذه في كل شيء، لأن هذه الدولة طغت وهي عاجزة، طغت على كل شيء، على كل المجالات. وأصبح إذا ما عندكش واسطة، إذا ما عندكش معرفة، إذا ما عندكش علاقات، ما فيش منصب، ما فيش شغل، ما فيش تجارة، ما فيش. يعني حتى بعض الناس يكتبوا لي أحيانا، ناس صغار شباب أعطاهم هكذا، كان اللي يعطوا لونساج، وكان اللي يدبر هو حاله، وكان اللي عنده تجارة صغيرة، يعني كان اللي تجارة متحركة أو تجارة، يعانون مصايب كبيرة. وحتى اللي يفتحوا محلات يعانون ضغوطات شديدة أحيانا عن طريق الظلم، عن طريق الظلم اللي يأتيهم عن طريق الضرائب، أو عن طريق الشرطة والدرك والحجرة اللي تتم، أو عن طريق أنهم لا يحصلون على ما يجب أن يحصلوا عليه كما هم بعدل كما يحصل عليه اللي عندهم علاقات واللي عندهم مصائب. من بين المشاكل ومن بين المصائب هو أنه الناس سجنوا، هذا الشباب سجنوا، وهم يعني بالأسماء حتى يتذكرهم الناس ويعرفوهم، ويعرفوا أن هؤلاء يقدموا حقيقة، هؤلاء راهم يقوموا بدلنا جميعا، بدل الناس جميعا، بمواجهة هذا الظالمين وبمواجهة هذا المنكر وبمواجهة هذا الباطل. فحقيقة أقل شيء أن نذكرهم بأسمائهم، وهم بالقاسم خنشة، بالعلمي إبراهيمي، بن علال مازوزي، بالقاسم كوريني، أبو بكر عزوزي، الطاهر بن صرخة، عبد القادر جاب الله، فوزي بالقويدر. يا إخوان، أنا أريد هنا أن أوجهها لكل الناس في الجزائر. هؤلاء راهم قاموا بمظاهرة وباحتجاج سلمي أولا، وراهم إذ يقومون بذلك فهم قاموا به من أجل الناس جميعا. وبالمناسبة هنا أذكر أيضا ولا أنسى أخونا رشيد عوين اللي مسجون أيضا من حوالي شهر الآن لأنه كتب تعليق في الفيسبوك. رشيد عوين لمن لا يعرفه هو اللي فضح الفساد العارم اللي خص الغاز اللي كان يهرب إلى تونس، الغاز الجزائري اللي يهرب إلى تونس دون أن يمر على الجمارك. بسبب كشفه لهذه القضية طرد من عمله وتم اضطهاده والآن يسجن. هو وإخوانه اللي ذكرتهم اللي في الأغواط، هؤلاء راهم يقومون بشيء بدلنا جميعا
يقومون ويقولون لهذا النظام الفاسد توقف عن هذا الظلم، وتوقف عن هذا المكر، وتوقف عن هذه الرشاوي، وتوقف عن هذا الفساد. يجب أن نقف معهم. يجب على الناس جميعا، كل واحد كيفما يستطيع أن يقف معهم، أن يقف معهم حتى ما يجيهمش اللي يقول لهم شفت يعني أنت درت هكذا لمصلحة الجميع وها من الناس تخلوا عليك، هاك أنت اللي راك تخلص، هاك أنت اللي راك تدفع الثمن، هاي وصلتك اللي تدفع الثمن. والناس تجيها خاصة الناس لما تسجن وفيه من يوسوس، يعني سواء وسوسة النفس أو وسوسة الإنسان لهؤلاء من أن الناس تخلوا عليكم وبأنكم في السجن وأنكم تدفعوا الثمن وأنكم علينا أن نقف معهم جميعا. وأنا بالمناسبة إذا قل أقف معهم جميعا، الناس اللي رايحين يجيهم المهرج السلال في ورقة، أول شيء يجب أن يسألوه أين هؤلاء؟ لماذا يسجنون؟ عليكم بإطلاق سراحهم، لن نستمع لكم، لأن إذا ما وقفناش معاهم فالناس راح تكون ديموراليزي، الناس تفقد الأمل، المصلح يفقد الأمل، المناضل يفقد الأمل، المجاهد يفقد الأمل، المقاوم لهذا الإجرام يفقد الأمل من أن الشعب هذا لا خير فيه. ونسمع أحيانا من بعض إخواننا، أنا أعترض على ذلك وأعارض ذلك بشدة. الشعب الجزائري في خير كبير، الشعب اللي خرج فرنسا في خير كبير وسيبقى في خير إلى يوم القيامة بإذن الله. لكن إخواننا يجب أن نقف مع هؤلاء، يجب على كل المناضلين، على كل الناشطين، على كل من في قلبه ذرة خير أن يقف مع هؤلاء، يقف مع أسرهم، ويروح يزورهم في السجون، يحتج من أجلهم، يعترض من أجلهم، يتظاهر من أجلهم. في خائمة أخرى أيضا في الحقيقة أيضا الآن هي ما بين الاعتقال وما بين المحاكمات، وسأذكر بعض منهم بالتأكيد لن أوفيهم حقهم في أعداد أخرى في الجزائر، يعني في كثير من الأماكن، لكن في آخرين أيضا من بينهم أخونا رضا عمرود، مراد كيحال، أخونا عبد القادر راسلمة، محفوظ قرقر، عمر حميطوش، أحسن عبيدي، وهؤلاء اعتقلوا في العاصمة بتهمة تجمهر ضد الغاز الصخري. يعني كانوا هم متعاطفين مع المظاهرة اللي قامت في ورقلة قبل حوالي أسبوعين، فألقي عليهم القبض في العاصمة أيضا. لست أدري إذا كانوا مسجونين الآن أو أنهم يحاكمون وهم خارج السجن، ولكنهم في كافة الأحوال تحت الاضطهاد، تحت القمع، تحت الضغوطات نتاع القضاء، لأن النظام يستخدم القضاء اليوم ليس لإحقاق العدل، وإنما لتثبيت الظلم، لتكريس الظلم. وكل الناس تعرف أن القضاء أصبح أي شيء اليوم في الجزائر إلا أن يكون عدل أو من أجل العدل، ما عدا على استثناءات قليلة لبعض القضاة الشرفاء. ولكن للأسف الفساد ينخر القضاء كما ينخر كل أجهزة الدولة وكل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع، لأن هذا النظام يعتقد أنه لا يمكنه الاستمرار إلا إذا عمم الفساد على الجميع. والآن أيضا تعميم الخمر كما عممت المخدرات. الآن نسمع وزير الخارج، هذا وزير التجارة التعيس، يتحدث على تعميم الخمر وعلى رفع القيود اللي كانت عليه خاصة على بيعه بالجملة. إذا يريدون تعميم الفساد بكل الطرق. فإخواني مرة أخرى أعود إخواني في ورقلة، طبعا سيأتيكم سلال يريد ربح الوقت، يعرف أن الصيف الآن بعد أسبوعين ثلاثة بدأت الحرارة في الجنوب، بعد أسبوعين ثلاثة ستكون حرارة شديدة ابتداء من منتصف ماي، وستبقى تلك الحرارة حتى منتصف أكتوبر. إذا بالنسبة لهم يربحوا 5 شهور 6 شهور نتاع حرارة ونتاع صيف ونتاع حرارة قاتلة هناك، فيريد أن يربح شوية راح يجي يعطي الناس كلام وتهريج وشوية تنكيت وشوية ضحك البكاء من طرفه، لكي فقط يمروا هذه الأيام ويمروا مشاريعهم اللي راهم متقاتلين عليها من أجل الدستور. ما زال صراع كبير بين أجنحة النظام على الدستور، ولذلك ما شفناش خرج، وراح يخرج ربما في أسبوعين 3 القادمة، لكن أتعس مما كنا نتصور. على كل، أنا أقول لإخواني هناك عارضوا هذا السلال لأنه هو رمز لهذا النظام. ما نعرفوا الرمز الأول مقعد ولا يراه الناس ولا يتكلم ولا يظهر إلا إذا كان يوجه رسائل بالتهديد اللي يكتبها أخوه باسمه اللي هو أصبح الحاكم بأمره. أقول لإخواني في ورقلة قوموا لهذا السلال، اعترضوا عليه، اعترضوا طريقه، اعترضوا على القاعة اللي يقوم فيها، واجهوه
لو كنت مثلكم ولو كنت هناك صراحة لرميت عليه البيض الفاسد والطماطم الفاسدة، لأن هؤلاء وجوه الفساد ووجوه حقيقة بخس، يعني بكل ما تعنيه هذه الكلمة. يجب أن تواجهوه هناك، يجب أن تقفوا له هناك، يجب أن يعرف أن أصحاب الصحراء مثل أصحاب الشمال مثل كل مكان لا يمكن خداعهم، وقد خدعوهم فترة مطولة، فكفى خداعا، كفى مكر، كفى وعود كاذبة، كفى ما يسمى بهؤلاء اللي يجيبوهم يخدموا بهم أصحاب المنطقة. هؤلاء كلهم دجالين للأسف إلا من رحم ربك، للأسف. كفى كل من هذا الفساد وكفى هذا الكذب وهذا الخداع. يجب الناس أن تقف له عندما يأتي بعد غد وتواجهه بالحقيقة، ولا تترك يظهر وكأنه ذهب في زيارة ناجحة، لأنهم فقط ما يهمهم هو أن يظهروا في التلفزيون وتجيبهم كاميرا تلفزيون وكاميرا وتلفزيونات البقارة الآخرين، أن يظهروا وكأنهم يديرون البلاد وكأنهم الأوضاع لا بأس عليها والأمور ماشية، بينما حقيقة أن هناك غليان شديد شديد شديد. ربي يحفظ منه البلاد، لأنه حقيقة ويحفظ منه الناس ويحفظ منه الشعب. هناك غليان كبير اليوم كالبركان اللي ينتظر الانفجار في أي لحظة. للأسف لا ندري متى سيكون الانفجار، لكنه قادم وسيكون مؤلم ومؤلم جدا، لأن كل أعمال هذا النظام تدفع لكي ينفجر الناس. عندما تغلق على الناس من كل جانب، عندما ترتفع الأسعار بلا حدود، عندما يكون الظلم بلا حدود، عندما تكون الفوضى بلا حدود، ففي نهاية المطاف هناك من ينفجر من هذا الوضع، وهناك للأسف اليوم من ينتحر، وهناك من يهرب، وهناك أصبحت الجزائر حقيقة جحيم لا يطاق، ربما إلا لبضعة لمليونين أو ثلاثة، أي 5 و10% المستفيدين منها، أما البقية فتعاني معاناة شديدة. وحتى هؤلاء اللي يظهر وكأنهم أغنياء مستفيدين في نهاية المطاف لا يفهمون أن هذه الاستفادة ظرفية، كمن يستفيد من كاس خمر أو كمن يستفيد من مخدرات تنعشه قليلا، لكن في نهاية المطاف هي أضر به وهي دمار له. إذا لم يتغير الوضع سلميا فنحن بكل ألم وبكل أسف نتوجه إلى أوضاع كارثية، وهذه الأوضاع الكارثية المسؤول الأول والأخير عنها هم المتسببين فيها، واللي وصلونا لهذا البلد اللي كان يجب أن يكون حقيقة بلد قوي وبلد ومجتمع قوي، لكن هاي الأوضاع اللي وصلنا لها. ستتغير الأحوال بإذن الله، سيكون هناك دائما أحرار وأشراف لا يسقطون ولا يصيبهم اليأس ولا يصيبهم الملل ويصيبهم الكلل، ويستمرون حتى ينتهي هذا المنكر، هذا الباطل، هذا النظام الفاسد. تحياتي إخواني.